فعلا مراية الحب عمياء؟ احنا عايشين في مجتمع ما عندوش ثقافة عاطفية، ودايما بنعمل خلط في تفسير المشاعر. الإعجاب والاحتياج العاطفي والتعلق كلهم بنفسرهم على إنهم مشاعر حب. المشكلة إن في اختلاف كبير قوي بينهم. المراية عمرها ما هتبقى عمياء لو حقيقي بتحب، بس عارف بتبقى عمياء إمتى؟ في حالة الإعجاب، لأني لما ببقى معجب بشخص بشوف بس الحاجات الإيجابية اللي فيه ومش بشوف السلبي خالص. شايفاه شخص مفهوش عيوب، بس مفيش حد مفهوش عيوب. وبعد مرور الوقت معاه بتكتشف الصدمة إن ده مليان عيوب وغلطات. ده كان قصد يخفيها عني علشان ما كانش بيحبني. لا 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 لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع إنك فسرتي مشاعرك غلط. ونفس الكلام على الاحتياج العاطفي، الحالة اللي ببقى محتاجة فيها مشاعر الحب والاحتواء فراغ عاطفي يعني، ودي حاجة بنسبة كبيرة بيكون سببها البيت. الأب والأم ما ادوش مشاعر احتواء كفاية، فمع أول حد يطبطب عليا بقوم داخل معاه في علاقة. الفكرة بقى إنك لو مشغولة وعندك زحمة في وقتك مش هتدوري أصلا على الشخص ده. لو جالك حد أحسن منه هتفكري فيه، ده لأنه مش شخص مهم بالنسبة ليكي. دي مجرد مشاعر انت بتعمليها كإشباع في الوقت اللي انت بتبقي فيه فاضية، وبرضو السبب انك فسرتي مشاعرك غلط. مراية الحب مستحيل تبقى عامية مع الحب الحقيقي، اللي علاماته انك تبقي شايفة عيوب الشخص وتبقي راضية بالعيوب دي ومقتنعة بيها وعارفة تتعايشي معاه. لكن انا لو رافض العيب ومش عارفة اتعامل معاه وعايزة اغيره، اعرفي انك كده ما بتحبيش. عاوزة اسمع رأيكم في الكومنتات، وابعت الفيديو ده لحد انت شايف انه محتاج له.